في ظل زياده الاسعار وانهيار قيمه الجنيه مقابل العملات الاخرى، هتعمل ايه لو مضطر تشطب شقتك دلوقتي؟ ومن هنا جاءت فكره سلسله فيديوهات تحت عنوان مش لازم تفرش بيتك فرش جديد، ممكن تستلط حاجه ريسيل مستعمله بس بحاله كويس. تكلفه الموضوع بتكون بسيطه، تقريبا ممكن توفر عليك النص. من هنا ورايح بقى مش لازم تختار وحدات اضاءه اللي مليانه لمبات كتير، الموضوع مش بيضيف اي حاجه للشكل بس بيزود عليك في التكلفه واستهلاك الكهرباء بيكون اكبر. مش لازم ابواب الغرف تبقى تقيله ومتينه جدا، قطر الخشب فيها بيكلفك وبس. طبعا لو هنرجع للدور الاساسي لباب الاوضه، هو بيكون فصل وعزل اختياري للفراغات، يعني بتدخل اوضتك تقفل عليك الباب وتنام. اهم شيء ان الفينش يكون متقن سواء في النجاره او في الدهان. الاكسسوارات والارت بيسز مهمه جدا وبتضيف كتير جدا لديكور اي مكان، بس في الغالب بتكون ببادجت كبيره شويه. علشان كده هنلجا لموضوع مختلف شويه، ان واي نوت نعمل حاجات بنفسنا في البيت حتى لو لاول مره. اكيد ما بيكونش متقن قوي زي الجاهز، لكن الموضوع بيكون ممتع جدا فان احنا اللي عاملينه بنفسنا. وليه تجربه شخصيه في الموضوع ده، ان لما اتجوزنا عفاف رسمت لنا لوحه خطيره جدا، كان اللي بيدخل يشوف اللوحه دي كان بيبدي انبهاره من غير ما يعرف مين اللي رسمها. وانا طبعا كنت بقول لهم بفخر وبحب كده عفاف اللي رسمها. لو هتتجوزوا واتفاجئتوا بالاسعار الخطيره الكبيره جدا، مش لازم تتجوزوا والبيت كله مليان فرش واجهزه، يعني اهتموا بالحاجات الاساسيه في البدايه والباقي ممكن يجي بعدين على مهله. بس هنجهز كل شيء على اللي نفسنا فيه ونسيب له مكان فاضي لما ربنا يفرجها نبقى نشتري. لو هتشتري غساله اطباق مش لازم الحوض يبقى كبير، ومش لازم نعمل الحوض وصلة ميه سخنه، لان غساله الاطباق في الغالب هتغنيك عنها، فوفر يعني تكلفه تاسيس الموضوع ده. اكتبوا لي بقى في الكومنتس لو حابين ارشح لكم غسالات اطباق، او لو في حاجه تانية ممكن نوفر فيها وما جبتش سيرتها.